سلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنزين مع بعض تورته كبيره مقاس 26. هنعمل مع بعض فيها كريمه التغليف وكمان هنلونها. التورته دي كانت رايحه لدار تحفيظ قرآن، فحبيت ان انا اعمل عليها نقش كده يبقى لطيف وحلو. بس قبل ما نبتدي اوعي تنسي اللايك والشير. يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض. معايا هنا 400 جرام من المية الساقعة المتلجة، حطيت عليهم 250 جرام من الكريم شانتيه، وهحط عليهم 100 جرام من السكر البودرة المنخول. حلو الكلام حلو الكلام. هبتدي بقى اخفق المكونات دي كلها مع بعض، وبعدين لو احتجت اني اضيف كريم عشان اثبت القوام اوكي، ما احتجتش يبقى كده تمام كويس قوي. هخفقهم كويس لغاية لما اوصل لقوام متماسك ويعني يبقى ثابت معايا وحلو قوي. اوكي، هبتدي اخد شوية كده من الكريمة، هخليهم بره عشان دول لسه هيتلونوا، وهلون الكريمة الاساسية اللي عندي بلونين ازرق وتركواز. الازرق والتركواز لما هقلبهم كويس هيديني درجة جميلة من اللون التركواز اللي مدي سنة كده على اخضر بتاع بحر المالديف، يعني هيبقى حاجة كده عاملة زي المنت جرين بس الغامق بتاعه شوية ومش بترولي، حاجة كده بين الاتنين، بس يعني حلوة قوي ومختلفة عن اللبني لان احنا زهقنا قوي من اللبني، فحبيت ان انا اظبطها كده. بزود شوية من التركواز لغاية لما اخد الدرجة الحلوة دي. وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا لما زودت شوية الالوان دي حسيت ان الدنيا يعني ايه ما بقتش متماسكة معايا شوية، فقمت ضفت لها نص كوباية من الشانتيه علشان خاطر تاخد تماسك كويس. وبعدين ابتديت افردها بالتالي كده برضو على التورته اللي عندي. طبعا كل ما كانت الكريمه زي ما قلت لك متماسكه معاكي، كل ما هتحسي انها في الفرد حلوه قوي وسهله ومش بتغلبك، ما فيهاش فراغات هواء، حاجه بقى مظبوطه، فهتريح عليكي خطوات كتير في الشغل. اول حاجه بتفرديها بالسباتيولا، وبعدين بقى تمسكي السكرابر الستانلس كده وتبتدي ان انت تجلسي. التجليسه بتبقي ماسكه ايدك، بتبقي ماسكه السكرابر بايدك وايدك التانية بتلف الطبق الدوار، ما بتنحتيش في جسم الكريمة علشان ما تاخديش يعني منها، لكن بتسويها. حطيت كمان شوية كده على وش السباتيولا من شوية من الكريمة البيضة عشان افتح اللون، وبعدين ايدي ثابتة في النص والطبق الدوار بيلف عشان اخد الحردة اللي هي بتاعت الدوران من فوق. وطبعا التكنيك ده بيفنشر الجوانب شوية، فسويتها مرة تانية وشلت الزوايد من تحت كده بسيف السكرابر علشان خاطر ابتدي انضف البورد والون الكريمة اللي معايا. انا عايزه اخد لون مستردة، فحطيت شويه من اللون الاصفر على شويه من اللون البني، لكن البني هيكون اكتر من الاصفر. ابتدي كده ازود لون بني شويه بشويه لغايه لما اوصل لدرجه مستردة حلوه زي ما انتي شايفه كده، تبقى جميله. هاخد ما تبقى من المعلقه واقلب في الطبق التاني، فبالتالي هيديني اوف وايت تحفة جدا. يبقى انا كده اخدت الدرجتين منه. هنا بقى هحط نقطة او نقطتين من اللون الكشمير. جبت بقى الطبر بتاع الولد اللي هو هيكون بتاع تحفيظ القرآن او الطفل يعني اللي في الحضانة او في الدار، حطيته كده في النص، وهبتدي ان انا اظبط بقى من حواليه التزيين. يعني انا عايزاه يبقى هو السنتر بيس اللي في النص، وهبتدي اعمل حواليه اشكال تزيينية. سكينة السحب رقم 1 اللي هي اصغر سكينة سحب، وابتديت ان انا اخد كده من الكريمة الملونة اللي معايا على الحردة بتاعة الكريمة اللي انا عاملاها يمين وشمال. نصيحة في الورد بتاع السكاكين او السكاكين السحب، لما تيجي تستخدميها ايدك بتكون خفيفة، ما بتضغطيش جامد ولا حاجة. كمان كل ما كانت الكريمة ماسكة نفسها معاكي كل ما هتديكي رسمة من سكينة السحب تبقى شارب وحادة. كمان برضو لما تيجي تستخدميها انت بتبقي محتاجة الاول تتدربي بره كده شوية علشان ما تلخبطيش على التورته. يعني الاول جربي كده مثلا على كيكة او على طبق لغاية لما ايدك تاخد، وبعدين تشتغلي بقى على التورته. حطيت هنا تب رقم 2، حطيت فيه كريمة وابتديت اعمل دوت دوت، يعني نقطة ونقطة نقطة ونقطة لغاية لما اخد شكل الضفيرة، ضفيرة كده صغيرة او زي سنبلة صغيرة كده، ووصلتها بالتزيين اللي انا عاملاه في الجنب. وهكرر نفس الوحدة من الناحية التانية عشان تديني يعني سيمترية كده، والعين تبقى مرتاحة كأن الولد ده قاعد كده في وسط جنينة شكلها لطيف من الجنبين بنفس التكنيك وبنفس الطريقة.
هنا بقى جبت قمع رقم 325 اللي هو ورقة الشجر، وابتديت ان انا اعمل حتت صغننة كده. طبعا اللون ده عملته بايه؟ اللون ده عملته بالاصفر والازرق. الاخضر الليموني الحلو ده اصفر وازرق، بس الاصفر اكتر من الازرق. اوكي، ابتديت بقى ان انا احط كمان من فوق كده داير ما يدور، بس هوقف عند الجزئية دي، وكمان هنا برضو داير ما يدور بس هوقف عند الجزئية دي برضو في نفس اتجاهها كده. وابتديت ان انا ازود فروع صغيرة من اللون اللبني بتاع تغليف التورتة، وعملت نفس فكرة الضفاير اللي من تحت، نقطة يمين ونقطة شمال لغاية لما اوصلهم. وبعدين هبتدي بقى كمان اظبط من تحت، يعني هقفل التورتة من تحت برضو بنفس التكنيك وبنفس التزيين اللي عملت بيه ورق الشجر من فوق. ومن فوق بقى هحط الطبر الجميل اللي هو مكتوب عليه دار ابن الخطاب، ده دار تحفيظ قرآن. فهحط بقى في النص كده بحيث تديني شكل جميل قوي بصراحة، وكان رقيق وتحفة. اتمنى التورتة تعجبكم ان شاء الله. اوعوا تنسوا اللايك والشير، اوعوا تنسوا تعليق حلو كده عشان بيفرحني. اوعوا تنسوا ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. اللهم انصر اخواتنا يا رب، اللهم امين، نصر عاجل غير آجل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.